بشار 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 بشار، تستاهل البروفا اللي عم تعملها مشان المسرحية تجي بتحت هالمطر وهالتعب كله؟ إيه طبعا، صرنا شهر عم نشتغل بالمسرحية، صرنا شهرين عم نشتغل مشان هذا العمل، وصل رسالة للسوريين، ما بستاهل انه اذا جينا بالمطر. يلا الله يعطيك العافية. الله يعافيك. اشتري لك سوريا. تاني لي سوريا كل شيء. ليش جاي تحت هالمطر على البروفا؟ ايش فيه؟ سوريا قدمت لنا كل شيء، فيعني مو بصرف فيها انه نزل تحت المطر عشان نيجي ونقدم بروفا. يلا يسلم. اصلا المسرح اللي كان ياسمين. عند عدنان مندرس حلو. ياسمين لك عم تصور. بعرف يعني شايفه. لك تعي. ليش جاي تحت المطر هذا؟ نعم. اتصل فيني الاستاذ صادق قال لي هلا بتجوا. هيك مثل ما هي محمد ليش معصب؟ ماني معصب، بالعكس ما في احلى من المطر. ليش جاي على البروفا تحت المطر طيب؟ يا ريت كل نهار تحت المطر. الله اكبر. تعال بس سالي لعندي سالي ليه معصبة؟ لا تعال انت وطنك بس بعد رزنك. يلا يا حسن يلا. مستاهل البروفا جاي تحت المطر؟ ايه تتعبي هيك لك من فوق لتحت؟ ايه في دار المسرحيه وفي دار المسرح. علاء مرحبا، شلونك؟ الحمد لله. تستاهل البروفا تجي تحت المطر مشانها؟ والله بتستاهل. ليش؟ يعني اسمنا عم نأدي شيء بحياتنا، يعني عم نعمل شيء، عم نشتغل شيء بحياتنا يعني. ماشي تسلم. يا ويلكم. يا بتتفرج على منظري هيك. ضياء ليش جاي على البروفا بالمطر؟ يعني ليه واحد بجوز على البروفا مطر؟ تستاهل البروفا تجي بالمطر؟ طبعا البروفا هي يعني مقدسة، شيء مقدس البروفا. مطر، ثلج، فيضانات ما فيضانات، بروفا مقدسة. سوريا تحت المطر على البروفا. والله يا اخي انا كنت بالبيت جنب الصوبة، وبعرف انه عندي بروفا. هلا طلعت لبرا شفت انه في مطر ومطر كبس. المسرحية ذكرتنا انه في لها كثير اشياء بتوصل اللي بدنا اياه، بتوصل رسالتنا يعني بتوصل اللي بدنا اياه، والاطفال اللي عم بيعانوا برا تحت المطر لازم نوصله، ورسالتنا هي نفسها. يا استاذ، هي طلابك واولادك جايين تحت المطر، انت ليش جاي تحت المطر؟ انا جيت تحت المطر لان سوريا تستحق ان نكون نحن تحت المطر. المسرح خندق، مو بس الجبهه خندق، واسقاط النظام بده يكون بالكلمه، مو شرط يكون بالسلاح. وشباب مثل هالورود هدول اجوا تحت المطر بيستحقوا مني انه اضحي كرمالهم اجي تحت المطر، وبتستحق سوريا ان اضحي كرمالهم اجي تحت المطر. صفقه للاستاذ.